الليل اسود تقيل زي الرصاص. بيت كبير طوب لبن، الجدران بتعيط وأصوات تزييق حوالينك. عثمان قاعد في نص المنظرة، جلبيته كلها دم وعيناه فيها ضياع ورعب. قدامه على الطبلية رجل معزة مقطوعة مربوطة بشعر اسود طويل، الدم بينقط على ورق فيه طلاسم حمرة. عثمان بيهمس: أنا اللي عملت كده، أنا اللي سكنت بيتي. لحظة ضعف ضيعت عمري. فجأة الباب اتفتح لوحده، زينب واقفة لكن مش هي، جسمها متخشب، وشها شاحب، عيون سودة بلا حياة مالت برقبتها بطريقة غريبة، وضحكت ضحكة مكتومة، ريحة عفن طالعة منها. عثمان رجع لورا وصرخ: يا رب ارحمني. البيت ساكت، السكون تقيل، وقلبه بيخبط بسرعة. قبل 7 سنين يوم الفرح، القرية مولعة، زغاريد، ضحك، ذبيحة في كل مكان. عثمان اتجوز زينب، أجمل بنات النجع. ستوتة بنت خالته واقفة بعيد، عينها مش بتنزل عنهم، لابسة أسود، بتمتم كلام غريب، وكل مرة اللمبة جنبها تطفي. الكل فرح، بس هي كانت بتخطط. شهر بعد الفرح الرعب بدأ. زينب حامل، البيت مليان فرحة، لكن فجأة خيالات، ريحة بخور غريبة. زينب تمشي وهي نايمة، تفتح باب البيت وتقف قدامه، تتكلم مع حد مش موجود. ليلة عثمان صحي على خربشة تحت السرير، لقى سرة قديمة، فتحها، صورة زينب مقطوعة نصين، مربوطة بمسامير مصدية، الدم لسه بينقط. البيت اتحول لجحيم. عثمان خد السرة وطلع للجبل عند الشيخ مبروك. أول ما شاف السرة وشه صفر، رمى السرة وارتعش، قال: ده مش عمل عادي، ده عهد دم. الباب ده مش هيتقفل غير لما ياخد بكر البيت. عثمان رجع البيت، لقى زينب في نص الصالة ماسكة سكين بتقطع شعرها، صوت مش صوتها، بطنها بتتحرك كأن اللي جواها عايز يخرج دلوقتي. عثمان جري عليها، شال السكين، مش فاهم مين السبب. تاني يوم عثمان راح للشيخ، حكاله كل اللي حصل. يا رب يدخل الجنة كل من يدعى إعجاب واشتراك ويستغفر الله في التعليقات. الشيخ قال له: لازم تفضل معاها وما تخليهاش لوحدها، سورة البقرة دايما. البيت ريحته تقيلة وعينه مقبوضة. أخد عثمان إزازة مية مباركة، رش في كل ركن مع كل أذان. تاني يوم عثمان راح عند أمه، طلب منها تيجي تقعد مع زينب. لما رجع لقى صديقة أخت مراته نبيلة 16 سنة. زينب فتحت عينيها مليانة خوف، بتترقب كل حاجة حواليها. زينب قاعدة على الكنبة، عيونها واسعة، بتتنفس بسرعة. نبيلة واقفة جنبها خايفة ومش فاهمة اللي بيحصل. فجأة صوت خافت جه من المطبخ، زي همس بس مليان غضب. عثمان وقف في النص، قلبه بيرتجف، بص حواليه مفيش حد. الضلمة في البيت بدأت تكبر، الحيطان كانت كأنها بتتنفس، والخشب بيأنس تحت أي خطوة. زينب فجأة وقفت، رجليها كانت مش بتلمس الأرض، عيونها بقيت سودة. صوت جواها مش صوتها بيسيح: يجيب البكر، يجيبه دلوقتي. نبيلة صرخت، اتلمت على عثمان: هو إيه اللي بيحصل؟ عثمان حاول يهديها، لكن البيت كله بدأ يهتز. صور العيلة على الحيطان اتحركت، والدم على السرة بدأ يتحرك كأنه بيجري. زينب فجأة جريت على الباب، عثمان حاول يمسكها بس اختفت وسط دخان اسود طالع من الأرض. نبيلة وقفت تصرخ. صوت زينب جه من فوق السقف: هو هنا، هو هنا. عثمان رقد، لقى نفسه قدام الصالة، السرة اتفتحت لوحدها، والدم بيرسم شكل دايرة على الأرض. في اللحظة دي الشيخ مبروك ظهر فجأة، واقف عند الباب، وشه مغطى بغيمة سودة، رمى إزازة جديدة من الماء المبارك وصرخ: اللي جواها عايز يطلع، بس مش هيسيب بيتكم، لازم تحمل بكر،
البيت بقى مليان أصوات، همسات، صرخات، خطوات مش معقولة، وكل حاجة حواليهم بتتهز. عثمان مسك نبيلة وصرخ: لازم نلاقي حل قبل ما اللي في البيت يطلع ويكمل اللي بدأه. وفي اللحظة دي ظهر ظل طويل في نص الصالة، بيتقوس وبيكبر، شكل إنسان بس من غير وش، بيبص عليهم وبيتقدم بخطوات بطيئة. زينب ولا كأنها هي، واقفة في نص الدخان، عيونها سودة وابتسامة مفيش فيها روح. البيت اتقلب لجحيم، والسؤال الوحيد اللي بقى في دماغ عثمان ونبيلة: إحنا هنخرج من هنا ولا البيت ده ابتلعنا للأبد؟ الظل قرب منهم والخوف سيطر على كل جزء في جسدهم. صوت الخشب بيتكسر تحت خطواته. نبيلة مسكت عثمان، قلبها كاد يقف من الرعب. الشيخ مبروك رفع يده والماء المبارك بدأ يلمع، بيصدر صوت زي الرعد الصغير. زينب وقفت كأنها محتاجة طاقة الظل. صرخ صوتها مرة تانية: هو هنا، لازم يجي البكر. الدم على الأرض بدأ يلمع، والدواير حوالين السرة بقت نار صغيرة بتتلاعب في الهواء. عثمان نبه نفسه لازم ياخد خطوة. قرب من السرة وحط إيده على الدم. فجأة انفجر نور أبيض من تحت إيده. البيت كله اهتز والظل اتقطع لنقط صغيرة. دخان أسود اختفى. زينب وقفت، عيونها رجعت طبيعية وصوتها رجع ليها. نبيلة عقدت وحضنته. عثمان مسكها وقال بصوت مرتجف: خلصنا، بس البيت مش هيسيبنا كده، ده لسه له أسراره. الشيخ مبروك ابتسم بغموض وقال: اللي حصل ده مجرد البداية، لازم تحميوا البكر وكل حاجة تانية هتيجي مع الوقت.